سيدي. برنس مصر. ايه ده مصري ونلت ايه؟ راح فين يا عم انت؟ ايه يا عم ده بدل ما تقول لي اسمع ياض، عينك على البنت دي يا كريم. تمام. في ايه انتوا عاوزين ايه؟ مبدئيا كده انا عايز العقد بتاع شقه امي، وهتتلكع ياض هعورها، انت كل مره بتخلع مني، المره دي ما فيهاش شرح امك. لا 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 لا، العقد بقى ادم فيه امك وروح امك يبقى في الشنطه. بص يا كريم، بص يا كريم. متحركش ياض. حاضر حاضر يا سيدي. لقيته؟ ركز يا كريم. ده مش عقد امك بس، ده في عقود تانية كتير. ايه العقود دي كلها؟ عقود شقق يا عم. شقق ايه؟ شقق بقى اصحاب شركات. بتبيعها لمين وشركات ايه؟ يوه انت ياض، انتوا عايزين ايه بالظبط؟ شغل العبط اللي انتوا بتعملوه ده مش هيودينا في حته، هيموتنا احنا الثلاثه، افهموا؟ زي ما مات احمد قاسم. الله ينور عليك. زي صاحبك اكس. بقول لك يا ياض، مين هو مربوط احمد قاسم ياض؟ انت يالا. عشان انت بقى نقعد نتكلم زي الرجاله ونسيبنا من الكلام الفارغ اللي احنا فيه ده. طب اقعد يرحم امك. امك هقعد يا سيدي. انت لسه هتشرب؟ ما تلغي ياض. الغي. اسمع يا سيدي، احمد قاسم كان بيدخل المخدرات بس ما كانش بيوزعها. كان بيدخلها ازاي؟ في الموتوسيكلات يا ناصر، في الموتوسيكلات بتاع التوكيل بتاعه الصيني. وعلى فكره انا اللي عرفت من الناس اللي جابوا له التوكيلات. شوقي حسين مش كده؟ مين بقى الواد ده؟ انا زي ما اعرفوش الا اسم بس. ده حتى الله يرحمه بقى مطرح ما راح ما كانش عارف هو روخر. ليه؟ شبح؟ يا عم مش سبح ولا نيله، ركز معايا. فاكر يوم الحادثه بتاع خالد وقاسم؟ جالي واحد اسمه وائل عبد الصمد. اسمه ايه؟ وائل عبد الصمد. جه عشان يشتري مني شقه في بورسعيد. قال ايه البيكل عاوز يعملها شركه توريد موتوسيكلات صيني. وماله؟ ما علينا اديته الشقه. هي الراجل اتكعبل في شويه حاجات وكان لازم يطير. احلوت في عين السمسره، احلوت في عيني. فرحت متكلم في قاسم على طول. الحمد لله على السلامه يا اكس. شكر. هو خالد كده خلاص كده. انت جايبني هنا ليه؟ عشان على الورق لسه في بيزنس ما بيننا. مفيش زفت منه. لا هو خلاص بتتباع، يعني الاتفاق اللي بيني وبينك ما عادش له اي 30 لازمه. كلام ايه ده يا معلم؟ اولا الاول هجيب حد من حبايبي يشيلها ويأمن على حسابي. يعني خلاص الموضوع مش هيخسر قوي يعني. بقول لك ايه، من الاخر كده انا مش هشارك حد، ولو حتى فكرت اكيد مش هيبقى انت. طب ليه بس كده؟ عشان انت عيل غشيم. بص يا نور، انا هجيب لك من الاخر. لو هتخلص في القهوه انا ما عنديش مانع. هكلم لك ليلى، هي صاحبه حق خالد في البيع. لو هي موافقه انا موافق، غير كده بقى ما تصدعنيش. طب انا عندي فكره تانية، هديك فكره صغيره. ارغي. مشروع محتاج حد يكون عنده توكيلات. ركز معايا، في مخزن بتاع ناس واخدين قروض وهربانين بره، تمام؟ المخزن ده مليان موتوسيكلات صيني والحكومه هتحجز عليه. العبد لله بقى يقدر يخلص لك الموضوع ده وتاخد الموتوسيكلات لحسابي، بس انا ليا نسبتي. يا ناصح، طب ما تشيلش انت الليله من بابها ليه؟ مستنيني في ايه؟ يا جدع ما تبقاش كده. لو خدت انا الموضوع من بابه هخش انا واهلي وعيلتي في مشاكل. انما لو اخده واحد صاحبي كده مستجدعه خلاص يبقى انا نصيبي محفوظ. ما اتكلم ليه؟ افتح معايا الموضوع. الشغلة الاولانيه كانت جايه فاضيه، بعد كده كانت جايه متعبيه، وانا كنت باخد نصيبي من الموتوسيكلات المتعبيه لغايه ما ظهر لنا الله ينتقم منه سيشاوي بيه، وقال لنا انا معايا ورقه اوديك انت واحمد قاسم في 60 دقيقه وفيها لغفيكوا انتوا الجوز. انت كداب يا كداب بقى ولا مش كداب، ولا تصدق ولا ما تصدقش اضرب دماغك في الحيطه. دي ما بقتش مشكلتي، انا دوري انتهى من اول ما احمد قاسم ما مات. العبيط كان عاوز يرد كل حاجه احنا عملناها، عشان كده كان عاوز يجي مصر. يا ابن احمد قاسم لو كان عامل كل اللي انت بتقوله ده انا اول واحد كنت هعرف. انت مجنون. تعرف بأمارة ايه؟ ها؟ بأمارة صاحبه اللي باع فرع الطرابيلي اول ما اخد الكلب، ولا صاحبه اللي صدره مع عم محمود وسابه. انت جبت الكلام ده منين يا جبت الكلام ده منين يا؟ انت فاكر نفسك يا حسام صاحبه اللي قديم بجد ولا ايه؟ حسام مصري، انت حاجه تقرف. على فكره انت وقعت كده في الطريق الغلط مع الناس الصح، عشت لك يومين
وانا شايف ان اليومين دول خلصوا خلاص. حسام فوق هيموت يا سي واحد هيموت يا سي. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. انا قلت لك ما نطلعش، انا قلت لك ما نطلعش. الله يخرب بيتك. مفيش حاجه بس ما ماتش. اهدى. قوم يا واد، قوم يا واد.